تقول أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر زوج المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهر النساء وأطهرهن، تزوجها رسول الله وقال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والتي قال عنها عروة: ما رأيت أحدا أعلم بفقهي ولا بطبي ولا بشعري من عائشة رضي الله عنها، ونزل فيها وعنها الكثير من آيات القرآن الكريم، ورغم مكانتها إلا أنها اتهمت ظلما وبهتانا وهي البريئة. اتهمت في رواية حديث الإفك الشهيرة. قال عمار بن ياسر دفاعا عنها لمن جاء يهمس له بحديث الإفك: اغرب مقبوحا منبوحا. والمقبوح أي المبعد، والمنبوح أي المشتوم. أتؤذي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها نحن بصدد خيرة نساء الأرض تطاولت عليها الأحقاد، نقولها للشرفاء الذين يواجهون مثلث الرعب: الحقد والتسرع والتشهير. الخير والشر متلازمان أبد الدهر، وعلى أهل الخير ألا يستكينوا أمام العواصف مهما علت. وشكرا لكم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله.